ليه تشتري عربيه لكل حد من ولادك لما ممكن عربيه واحده تكفيهم كلهم وتدلعهم كمان؟ الكيا كارنفال من عربيتي لازم تبقى اختيارك الاول لو عيلتك كبيره وصحتك حلوه. اول ما ولادك يركبوا مش هيتعبوا خالص، هيدوسوا بس هنا الباب هيقفل. ولادك الكبار هيقعدوا قدام، هيلاقي كراسي مريحه جدا من احسن انواع الجلد، مخده ورا راسك عشان تريحها ومخده تانية عشان تحضنها، تشطيب سوبر لوكس، مكان عشان تشحن اللابتوب، والسقف من القطيفه الناعمه جدا زي علب الذهب. ولادك الصغيرين بقى هيقعدوا في الصف الثالث، هيلاقوا فوقيهم امبينت لايتس وانوار LED بعرض العربيه كله عشان يذاكروا في الطريق، ولما يخلصوا مذاكره عندهم تلفزيون كبير يتفرجوا عليه على اللي هم عايزينه، بس لما يخلصوا مذاكره بس الفرجه بصوت مش حلو، حاجه متعبه قوي. عشان كده عندك ساوند سيستم من كريل. خلاص اتفرجنا وذاكرنا وعملنا كل حاجه، عايزين ننام بقى، هتشغل التسخين او التبريد على حسب الفصل، هتقفل الستاير كلها، هنطفي الانوار وتدوس هنا الكنبه هتتحول سرير. يا ريتني كنت الطفل ده. طب العيال ناموا وارتاحوا، الغلبان اللي بيسوق ده هيعمل ايه؟ عنده كراسي كهرباء فيها تسخين وتبريد وميموري ومخده برده، هيدز اب ديسبلاي، شاشتين ديش لازقين في بعض، فيهم وايرلس كار بلاي واندرويد اوتو، امبينت لايتس، وايرلس تشارجر وبصمه. لو غيرت من الولاد وعوزت تنام انت كمان فعندك كاميرات 360 وكل انظمه الاداس، بس نصيحه ما تعملش كده لو خايف على الولاد والمدام، او بمعنى اصح الولاد. ومن الحاجات المميزه ان رغم ان العربيه حجمها كبير قوي الا انك ممكن تحركها لقدام وورا بالمفتاح. تعالي بس حلو كده. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، العربيه دي جايه تبع شركه عربيتي، وانت كمان ممكن تستوردها من اول 3 مليون جنيه. وطبعا عربيتي غنيين عن التعريف، من اكبر مستوردين العربيات في مصر. عربيتي استوردها بنفسك.